كمان في سنة 2013 حصلت على نجمة في ممر الشهرة في هوليوود، وده تكريم لمسيرتها الفنية الطويلة. جينيفر لوبيز بتاخد ملايين الدولارات في الحفلة الواحدة، وده خلاها تبقى من أعلى الفنانات أجراً في العالم. ثروتها الحقيقية بقت حوالي 400 مليون دولار، وده بفضل ألبوماتها وأفلامها وعقود الإعلانات مع شركات كبيرة. في 2020 جينيفر قدمت واحد من أقوى عروض الشوط الأول في تاريخ السوبر بول مع شاكيرا، واللي حضروا أكتر من 100,000 مشاهد. العرض كان مليان طاقة ورقص وأغاني، وده خلى الجمهور يتكلم عنه لأيام طويلة. جينيفر قدمت دور خرافي في فيلم هاسلرز سنة 2019، واللي اتكلم عن قصة راقصات بينصبوا على رجال الأعمال. دورها خلى النقاد يشيدوا بيها، وترشحت عنه لجوائز كتير، وكان في كلام إنها تستحق أوسكار عليه. ألبومها الأول On The Six كان بداية قوية ليها، وحقق نجاح كبير بفضل أغاني زي If You Had My Love و Waiting For Tonight، وده خلى الجمهور يشوفها مش بس ممثلة شاطرة، لكن كمغنية عندها موهبة حقيقية.